إذا كنت من محبي الرياضة العالمية وتريد أن تكون على اطلاع دائم بكل جديد في كرة القدم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك كل أخبار الرياضة العالمية مباشرة، ومتابعة كل لحظة مثيرة في ملاعب كرة القدم. أبهر هانس فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة الجميع منذ لحظة وصوله إلى جدران العملاق الكتالوني. في صيف 2024 تسلم فليك مهمة صعبة وسط صعوبات مالية خانقة، فوضى إدارية، وتخبط فني واضح، بعد موسم مليء بالأزمات أطاح بتشافي هرنانديز المدرب الذي رحل بعد موسمين ونصف حصد خلالها لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر. كانت أجواء كامب نو متوترة، حيث تصاعدت الصدامات بين تشافي ورئيس النادي خوان لابورتا، وظهر الخلاف مع المدير الرياضي ديكو على الملأ ليعلن في النهاية عن إقالة تشافي رغم تجديد عقده لموسمين إضافيين حتى صيف 2026. واجه فليك تحديات كبرى منذ اليوم الأول: أزمة مالية تمنعه من جلب صفقات قوية، صعوبة تسجيل اللاعبين الجدد، كثرة الإصابات، وتراجع مستوى نجوم الفريق، ليكون موسم من 2023 إلى 2024 صفريا بلا ألقاب. لكن فليك لم ينهزم. لقد ضخ دماء جديدة في الفريق مثل مارك كاسادو ومارك بيرنال، وارتكز على الشباب الواعد لامين يامال، جافي، فيرمين لوبيس، أليخاندرو بألدي وبوكو بارسي، ليصبحوا ركائز لا غنى عنها في قلب البارسا. وأعاد فليك الحياة إلى لاعبين كانوا على وشك الانطفاء، وحولهم إلى نجوم بارزين: رافينيا البرازيلي، الظهير الفرنسي جوليس كوندي، قلب الدفاع إنيجو مارتينيز، وثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونغ، بعد أن تعطلت مسيرتهم بسبب كثرة الإصابات. وفي خطوة جريئة، أعاد حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني للعب بعد اعتزاله ليحمي عرين برشلونة بعد إصابة الألماني تيرشتيج، واستعاد تدريجيا حساسية المباريات ليصبح جزءا أساسيا في الفريق. رغم البداية المتعثرة، نجح فليك في قيادة الفريق إلى عروض فنية مذهلة، محققا الثلاثية المحلية: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام إنتر ميلان في سيناريو درامي على ملعب جوسيبي مياتسا. تميزت انتصاراته على ريال مدريد بالجرأة التكتيكية: 4 انتصارات تاريخية، منها الفوز من 4-0 في البرنابيو، 5-2 في نهائي السوبر السعودي، 3-2 بعد التمديد في نهائي كأس ملك إسبانيا، كلها بفضل مجازفة فنية كبيرة: مصيدة التسلل التي وقع فيها نجوم ريال مدريد 25 مرة خلال الموسم الماضي. لكن الموسم الحالي لم يخلو من الصعاب. بعد رحيل إنيجو مارتينيز للنصر السعودي، انهارت منظومة الدفاع، وتلقى الفريق 12 هدفا في 10 مباريات، ما جعل فليك تحت ضغط هائل قبل الكلاسيكو القادم في 26 من أكتوبر على سانتياغو برنابيو. وفي الوقت الذي يعاني فيه برشلونة، يستيقظ ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو متصدرا الدوري بفارق نقطتين بسجل هجومي مذهل، لتكون مواجهة الكلاسيكو القادمة أشبه بمعركة نارية لا يقبل فيها الفريقان القسمة على 2. هل سيتمكن فليك من إعادة برشلونة إلى القمة، أم أن الريال سيواصل سيطرته؟ كل هذه الإثارة والتحديات الكبيرة ستكشف في الأيام المقبلة، فتابعوا القناة ليصلكم كل جديد من قلب ملاعب كرة القدم العالمية.